السلام عليكم. عارفين لما نشوف شخص ونقول يا ساتر يا رب ايه البني ادم ده، انا مستحيل ابقى زي البني ادم ده في يوم من الايام، وتلف الايام ونلاقي نفسنا تحولنا لنفس الشخص ده بكل حاجه كرهناها فيه. ده اللي حصل بالظبط مع بطل حكايه النهارده، وانا جنة عادل وهادي السحل. زمان زمان خالص، ايام ما كانت الدنيا فاضيه، رفع البني ادمين راسهم للسماء وقالوا يا ترى هل ترى ايه الحاجات الملعلطه اللي فوق دي. وبمراقبه هذه الحاجات اكتشف الناس انها بتطلع في اوقات معينه وبتغيب في اوقات معينه وبتتحرك بانماط معينه، واستخدموا كل المعلومات دي في الملاحه وفي الزراعه، وخلقوا اساطير وحكايات عن نشاه هذه الاجسام وعلاقتها بمصايرنا وبالكون الكبير اللي احنا عايشين فيه. واحده من اول الاساطير دي كانت اسطوره زحل او ساترن، الكوكب السادس في مجموعتنا الشمسيه، واللي اتسمى على اسم الاله الروماني ساترن. بس القصه بتبدا عند الاغريق واجابتهم الشاعريه جدا لسؤال هي الدنيا ابتدت ازاي؟ تقول الأسطورة إن في الأول خالص خالص قبل البشر والآلهة وقبل حتى الكون نفسه ما كانش فيه غير كاوس. كلمة كاوس باليونانية القديمة يعني فويد، يعني فجوة، فراغ مهول ملوش ملامح من الولا حاجة. أي نعم احنا النهاردة لما بنستخدم كلمة كاوس في الإنجليزي بيبقى قصدنا إن هي فوضى، بس المعنى ده أقرب لمعناها في اللاتينية أو الرومانية القديمة، اللي كانت بتعرف الكاوس على إنها كل عناصر الكون بس مضروبة في الخلاط. السما سايحة على الأرض والمية داخلة في الهواء والنار في الضلمة، كل ده في كتلة واحدة مهولة من الفوضى والاحتمالات اللي لما تتفصل ويبان لها ملامح يظهر النظام كوزموس، ودي الكلمة اللي بنستخدمها النهاردة بمعنى الكون. المهم خلينا نرجع اليونان القديمة دلوقتي. في الأول ما كانش فيه إلا الكاوس، وبعدين ظهرت جايا الأرض، وبعدين تارتاروس أعمق أعماق الجحيم أو أعمق مكان في باطن الأرض، وظهر الحب أو الرغبة إيروس أول قوة مؤثرة في الوجود. وعند الإغريق الأربع حاجات دول كانوا عناصر أو قوة أولية ما سبقهاش حاجة، بس قدام هيتفاعلوا مع بعض وتطلع منهم حاجات تانية. أول حاجة خرجت من الفوضى أو الكاوس هي نيكس أو الليل، أيوة هي البراند بتاعت الميك اب، وإيريبوس اللي هو الظلام. والحب هيلعب لعبته مع الاتنين دول، فهيخلفوا الأثير أو الهواء الخفيف والنهار. أما جايا الأرض فهيطلع منها المياه الأولى أو المياه العقيمة، وبعدين هتطلع منها الجبال، وأخيرا والأهم بيخرج منها أورانوس السماء، هذا الامتداد العظيم اللي هيغطيها كلها ويبدأ معاها علاقة توكسيك هتنتهي بنكد على الجميع. الحب بيلعب لعبته تاني، والأرض والسماء بيخلفوا. بالمناسبة دي فكرة منتشرة جدا في الحضارات القديمة. في الحضارة المصرية القديمة مثلا جب الأرض بتتجوز نوت السماء وبيخلفوا الرباعي المقدس إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس. في الحضارة السومرية آن السماء بيتجوز كي الأرض وبيخلفوا إنليل اللي هو الهواء. وفي اليونان بتتجوز جايا الأرض من أورانوس السماء وبيخلفوا مجموعة متنوعة من العيال. بس جايا وأورانوس كانوا بيخلفوا في باتشات كده. أول باتش من خلفتهم كانت التايتنز أو الجبابرة، 6 بنات و6 ولاد، كل واحد منهم بيمثل حاجة في الكون. أكبرهم كان أوشانيوس اللي هي مياه المحيطات واللي لسه جاية منها كلمة أوشن، ومنهم نيموزايني ربة الذاكرة والكلام، كنا اتكلمنا عنها في سحلة قبل كده. وأخيرا آخر العنقود اللي أبعد ما يكون عن السكر المعقود كرونوس الزمن. بالمناسبة كلمة كرونوس لسه بيشتق منها حاجات ليها علاقة بالزمن لحد النهاردة. بنقول مثلا كرونيك ديزيز يعني مرض مزمن قاعد مع المريض فترة من الزمن، وبنقول كرونولوجيكال اوردر يعني الترتيب الزمني للأحداث. المهم برغم ان اورانوس كان حبيب رائع ما بيسيبش الارض لحظه ومغطيها وحنين عليها كده، الا انه كان اب قاسي جدا، خصوصا لما جايا بتخلف الباتش الثانيه والثالثه من عيالها. في الباتش الثانيه جايا بتخلف 3 عيال اللي هم السايكلوبس، شبه التايتنز كده بس عندهم عين واحده بس في نص قورتهم، البرق والرعد والصواعق. اورانوس بيشوف العيال بالمنظر ده فبيقرر انهم يدفنوا في اعمق حته في الجحيم اللي هي تارتاروس، وبتتالم جايا الارض اشد الالم. في الباتش اللي بعديها جايا بتخلف 3 عيال تانيين، كل واحد فيهم عنده 50 راس و100 دراع، ونفس اللي حصل مع السايكلوبس بيحصل معاهم. اورانوس بيشوف المنظر ده، يا وليه اللي انت مخلفاهولي، بيحكم عليهم يدفنوا في اعماق الجحيم. بس المره دي جايا مش هتتالم في صمت، هتخطط الانقلاب على الضيق كده. جوه احشائها بتصنع جايا حجر شديد القسوه، يقال ان هو كان حجر الماس، وبتصنع منه منجل، وبتلم عيالها التايتنز ال12 في اجتماع عائلي طارئ. بقول لكم ايه يا عيال، ابوكوا اتجنن، السلطه المطلقه والكبرياء لحسوا دماغه، وكل ما اجيب له عيل شكله ما يعجبوش يدفنه في الجحيم. انا عندي خطه كده بس محتاجه حد يساعدني، مين فيكم يا حبايب ماما هيساعدني ننتقم من ابوكوا؟ فبيتطوع كرونوس الزمن. انا يا مامي، انا بصراحه مفقوعه من الراجل ده من زمان ومش عايزه اتكلم بقى، ودي لقطه مهمه هنرجع لها في الاخر. المهم جايه بتتبسط، حبيب ماما وانا خلفت الا كرونوس. بص حبيبي، تاخد المنجل ده ولما ابوك يجي بالليل علشان يخلف عيل جديد تعمل صح. حاضر يا مامي. بيروح النهار وبيجي اورانوس ساحب الليل والعتمه علشان يخلف عيل جديد، واللي ما كانش يعرفه ان كرونوس ابنه الصغير كان لابد له في الذره قرب سطح الارض. وهوب كرونوس بيطلع المنجل وتك
بيخصي ابوه وبيرمي اعضائه بعيد وبيطلع يجري، وبيفقد اورانوس قدرته على الانجاب للابد. بينزف اورانوس والارض بتتشرب دمه، فبيطلع منها الايرينيز او الفيوريز ربات الانتقام، وبيطلع منها العمالقه او الجاينتس، دول زي التايتنز كده بس اضعف منهم شويه، وبيطلع منها الحوريات، وبتتدحرج اعضاء اورانوس لحد ما بتوصل للمحيط، وبتبدا قصه تانية خالص ممكن نحكيها في سحله بعدين. وهكذا بينجح الزمن كرونوس في الاطاحه بابوه اورانوس وبيتولى حكم الكون من بعده. طب وبالنسبه بقى لاخواتك اللي احنا خططنا كل هذا المخطط علشان نطلق سراحهم، لا تصدقي يا امي بابا كان معاه حق، العيال شكلها بشع فعلا، خليهم بقى في ترتروس. وبالرغم من هذه البدايه الدمويه البشعه وحركه الندالة اللي عملها كرونوس، الا ان العهد اللي حكم فيه الكون الاغريق كانوا بيوصفوه بان هو العهد الذهبي، وبيقولوا ان في الوقت ده كان عايش كائنات زي بروتوتايب للبشر كده، فانيين برضو، بس الزمن كان حنين عليهم، فلا كانوا بيشيبوا ولا كانوا بيعيوا، والارض كانت حنينه عليهم، فلا كانوا بيشتغلوا ولا كانوا بيتعبوا، وما كانش فيه مشاكل ولا صراع من اي نوع، وحتى الموت نفسه كان حنين عليهم، لما يجوا يموتوا يبقى كانهم بس ناموا. ويقال ان بعد موتهم ارواحهم كانت بتفضل تجوب الارض علشان تساعد العايشين وتجيب لهم الحظ والثروه والسلام والسكينه. وبالرغم من هذا الهنا اللي البشر الاوائل دول كانوا عايشين فيه، الا ان كرونوس هيتغير وهيعيد الماضي زي ما هنشوف كمان شويه. بيتجوز كرونوس من اخته ريا، واحده من ال 12 تايتنز، وبيخلف منها، بس كرونوس كان عايش طول الوقت اسير نبوءه مشؤومه سمعها من ابوه اورانوس يوم ما عمل عملته الفظيعه: الهي يا كرونوس يا ابن جايا يقعد لك في عيالك، وادي دقني اهي ان ملفت الايام وجبت عيل قلشك من الملك زي ما انت قلشتني. هذه النبوءه المشؤومه خلت كرونوس شخص بارانويد، وحولته من غير ما ياخد باله ويا لسخريه القدر لنفس الاب القاسي اللي كان بيكرهه وهو صغير. فبقى كل ما ريا تولد له عيل يبلعه هو بنفسه. انت عايزاني اسيب لك العيال علشان تخططوا انقلاب من ورايا صح؟ بعينك يا امي. بقت ريا تولد العيل من دول ياخدوا كرونوس وهو في اللفه يروح بلعه، لحد ما في اخر حمل ليها، اخر العنقود اللي برضه هيطلع ابعد ما يكون عن السكر المعقود، ريا بيفيد بيها وبتروح تشتكي لامها الارض وابوها السماء. يا جماعه انتوا عاجبكم اللي بيحصل ده؟ هفضل لحد امتى عيالي تتاخد مني كده؟ وما تفهمش بقى على سبيل التعاطف معاها ولا علشان كانوا متغاظين من كرونوس اصلا، بيتطوعوا علشان يساعدوها، وبيقترحوا عليها انها تروح تولد المولود الاخير ده بعيد عن عينين كرونوس على جزيره كريت، وتسيبه هناك وهم هياخدوا بالهم منه، وترجع لكرونوس تلف له صخره في اللفه بتاعه النونو وتديها له يبلعها. فبتقلب ريا الكلمتين في دماغها وتاخد قرار خطير نعرفه بقى السحله الجايه وعلينا خير. خليني دلوقتي ارجع للكلام اللي ابتدينا بيه السحله دي. الفيلسوف الالماني فريدريك نيتشه ليه مقوله كده بتقول: This who fights with monsters should see to it that he doesn't become a monster، او اللي بيحارب الوحوش محتاج ياخد باله علشان ما يتحولش لوحش. ده تقريبا هو اللي حصل مع كرونوس بالظبط. كرونوس ابتدى التريب دي وهو ناقم على ابوه تماما ومتاكد من انه اب سيء ويستاهل اللي يجراله، كوكتيل هايل من الغضب والكراهيه ووهم التفوق الاخلاقي. بس بشكل ما ومن غير ما ينتبه التريب دي غيرته وتحول هو نفسه لنفس الاب القاسي اللي كان بيكرهه، ويمكن اسوأ كمان. وبعيدا بقى عن الميثولوجيا دي، حاجه ممكن تحصل لاي حد، الحكايه الشائعه جدا بتاعت انا مستحيل ابقى زي فلان، انا لما اكبر عمري ما هبقى زي اهلي، مستحيل اعمل في عيالي اللي اتعمل فيا، وفجاه يتحول الواحد لنفس الحاجه اللي كان بيكرهها مهما كانت نواياه صادقه ومهما كان من جواه كويس فعلا. البوذيين كان عندهم حل للموضوع ده، هو الراديكال كومباشن او التعاطف المتطرف، انك تحط نفسك مكان الشخص اللي انت بتكرهه وتحاول تتفهم دوافعه وتتاكد من جواك ان انت لو مكانه هتتصرف بنفس الطريقه. وقتها بس لما وهم انا الطيب والاخر الشرير ده يروح من دماغك، هتعرف تحارب الوحش من غير ما تتحول لوحش. انتوا رايكم ايه؟ هل ده كلام معقول ولا حالم ومثالي قوي؟ ولو فرضنا ان التكنيك ده ممكن يحمي الواحد فعلا من ان هو يتحول لوحش، هل هيساعده في مواجهه شخص ظالم؟ قولوا لي في الكومنتس رايكم ايه. ولو عجبتكم السحله دي لايك، شير وسحلوا اصحابكم، ولا المزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.